الرجاء. تمريره للجبهه الاماميه في اتجاه الحافظي عند لاعب بن حليب. محاوله لفريق الرجاء، محاوله لفريق الرجاء، والهدف الهدف الاول لفريق الرجاء. بناء هجومي، يعني هذا هو اللاعب اللي كنا كنشوفوا عند الرجاء في سنوات السبعينات. بناء هجومي، ليزين دو، ليزاتاك بلاسي، والكره في الشباك. هدف اول لفريق الرجاء. شكون اللي سجل؟ مدافع كنرجعوا للنهج التكتيكي ديال فخير. فمنين دفع بجبيره الامام كخامس وسط ميدان على اليسار، فدفع به بانه يوصل لمعترك العمليات بكل سهوله. ف3-5-2 او 3-6-1 اللي كيلعب بها حتى الان، فهي عاطيه الاكل ديالها بدعم الوسط والهجوم بوسط ميدان دفاعي. لاحظ البناء الهجومي كيف تم بلغه الكره، دقه دقه اعطت هدف. هذا هو النهج اللي كنا كنشوفوه عند فريق الرجاء في سنوات السبعينات، اللي كنا كنقولوا الثمانينات، لان فريق الرجاء كان فريق يعني الفرجه والمتعه بدون القاب. اللقب الاول كان في 74 لقب كأس العرش، لكن بعد ذلك فهم الدرس فريق الرجاء واصبح يعني يلعب بموضوعيه، يلعب من اجل الالقاب، وتوالت الالقاب بعد ذلك بالفعل. وكنظن بانه من اجمل الاداء